الإنسان ابن بيئته ويؤثر ويتأثر. الحكم حتى على الأشياء بأثر رجعي هو نزعة غير علمية. بمعنى إيه؟ بمعنى أنك ستجد مثلا حركات وتنظيمات إسلامية في المنتصف أو في النصف الأول من القرن العشرين تأثرت بالأيديولوجيات والأحزاب والنظم الشمولية الفاشستية النازية الشيوعية، وصرحت بهذا. اليوم بالنسبة لك هذه جريمة لا تغتفر، وقد تكون بالنسبة لك حجة كافية لكي تدمغ هذه التنظيمات لا، بالنسبة لهم في عصرهم لم يكن الأمر بهذه الطريقة، لا في الغرب حتى ولا في الشرق. يعني هنا في الغرب مثلا في بريطانيا إلى عشية اندلاع الحرب العالمية الثانية مجلس العموم البريطاني والرأي العام المثقف السياسي البريطاني كان مع هتلر ويؤيد هتلر، وهتلر شغله ممتازة وإنسان ممتاز وعظيم وسيقدم لأوروبا. واضح يا إخواني؟ وفجأة انقلبت الموازين كلها وأصبح الرجل إمام الشر والشيطان المتوج، أليس كذلك؟ وطبعا وانقلب الرأي العام ورأي المثقفين ورأي الصحفيين. هذا بصير. نفس الشيء تكرر مع ستالين، مع جوزيف ستالين، ولا مش صحيح؟ وعارفين احنا القصة. هذا بصير. فلذلك انت ما تستغربش انه يجي واحد زي المودودي، ابو الاعلى المودودي مؤسس الجماعه الاسلاميه في الهند مثلا، وفي كتبه المطبوعه الى اليوم ويصرح يقول لك احنا يعني احد الامثله التي نستلهمها وتاثرنا بها مثال الحكم الشمولي التوتالي. تحدث عن شموليه اسلاميه رجل، هذا اليوم يقشعر منه البدن. لكن في عهد المودودي وعهود قريبة تالي هذا كان شيئا مستحسنا. شمولية، نحب شمولية. انت حتلاقي بعض المفكرين المسلمين قبل 20 و30 سنة كانوا شموليا في تفكيره ويتبجح بهذا، ان احنا بدنا طريقة معينة في الهيمنة تهيمن على كل مفاصل الحياة. هذه شمولية الإسلام تحت شمولية الإسلام، وانه الدين ودنيا وعاطفة وقلب وعقل واقتصاد وسياسة وما خلوش. هذا اليوم الحديث أصبح من الماضي، لا أحد يقبله ولا أحد يخشع له، ولا مش صحيح؟ تتغير الأمور. فلا تحكم على حوادث الأمس بمزاج اليوم وعقلية مش حتكون أكاديمي حقيقي، مش حتكون عالما موضوعيا. العالم الموضوعي غير عنده نفس بارد، ودائما رائده الموضوعية والدقة في الأحكام العلمية. إن شاء الله احنا بنحاول قدر المستطاع أن نكون كذلك، وإلا كما قلت لكم المسلم يعلم أنه مأخوذ عليه في كل ما يقول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.